اتصال الأستاذ محمد من القاهرة. يعني مش عارف ده آخر اتصال ولا هناك اتصالات أخرى. أستاذ محمد من القاهرة. ايوه يا فندم، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. اتفضل. ايوه، اولا حضرتك انا بحب احط بس رايي في الجزيره ان هي قناه مش محايده خالص، هي قناه مهنيه، لانها لو محايده ما كانتش جابت الناس اللي هي تيجي تجادل مع واحد زي الدكتور القدوسي، واحد زي مستوى الدكتور الجوادي بهذا المستوى. ديت ناس اصلا ما ينفعش تتجادل، دي ناس جايه بتبخ سموم. مين دول؟ هنا اصبحت بتدينا رؤيه. مين دول اللي بيبخوا سموم يا استاذ محمد؟ مين دول اللي بيبخوا سموم؟ اولا انا اعرض وجهة نظرك كيفما تشاء، ولكن دون التجريح في اي فرد ايا كان. انا ما بجرحش، سواء لضيف او لاي شخص. لهم منا كل التقدير والاحترام جميع الضيوف على كل الاصعده. اتفضل حضرتك اعرض زي ما انت عايز. بس اتفضل. يعني الاستاذ الجوادي الاستاذ القدوسي لما يجي بيجيب له معلومه بيقولوا بارقام وبتواريخ من ورا، وبيجيبوا من سنه 54 و28. انما هؤلاء الناس بيبصوا صوره، عايزين يوصلوا صوره للناس بدون ارقام وبدون معلومات. يبقى انا كده اخليه يقول ازاي على هذه القناه دي؟ اول حاجه للقناه يعني هكذا تعودنا في الجزيره عرض وجهه النظر، راي والراي الاخر يا استاذ محمد. خلاص انا موافق مع حضرتك طالما انت مصر على النقطه دي، بس ده رايي انا. طيب. انا بعد حضرتك بس بعد اذنك تجيب صوره المنظر بتاع القوات المسلحه الباسله بتاعتنا وهي بتضرب الباب برجليها. انا عايز بس تجيب المنظر دون وتتفرج. انا عايز اشوف المنظر. لو انا عندي باب مقفول وداخل على ارهابيين هخبطه كده بطرف رجليا، الباب ده هيتفتح بالسهوله البسيطه الجميله دي، ولا دوت كان التمثيل؟ يعني انت بتشكك فيما فعله الجيش؟ ما انا بقول لك على المنظر بقى. وصاحب العالي يميز على راي الدكتور القدوسي. لما انا اكون داخل على الارهابيين يا استاذ وعندهم اربجيهات، هل انا كمقاتل هلمس الباب كده برجليا اللي لمس؟ ما انا عايزك بس تعيد المشهد على التلفزيون والناس تشوف وتسمعني. حاضر يا استاذ محمد. هلمس الباب كده برجليا يتفتح الباب، ولا الباب بتاع الارهابيين ده يكون باب مجنزر ومصفح ولا؟ حاضر خلاص. بشكرك يا استاذ محمد، شكرا جزيلا.